بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم أجنحة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، أحلى من الفراخ نفسها. إن شاء الله الطريقة هتعجبكم. بس هنكمل برضو جزء من قصة سيدنا محمد الأول. إحنا كنا وقفنا عند سيدنا جبريل لما نزل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمرة التانية بعد 3 أيام من المرة الأولى، وقال له إن ربنا كلفه بحمل رسالة الإسلام للناس كافة أو للناس جميعا يعني. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أهل بيته. أول ما أخبر طبعا السيدة خديجة فأسلمت، وكانت أول حد يعني أسلم، وكانت أول واحدة في السيدات. بعد كده أخبر صديقه أبو بكر الصديق فأسلم وآمن معه، وعلي بن أبي طالب اللي هو ابن عمه كان في العاشرة من عمره برضو آمن معاه. ومن الموالي أسلم معاه أو أسلم على يده زيد بن حارثة. مرت الدعوة بمراحل كتير، أولها المرحلة السرية. عندما بدأ عدد المسلمين في التزايد، كانوا زادوا عن 30 يعني واحد دخل في الإسلام. اختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم عشان يعلمهم فيه أصول الدين بتاعنا، وكانت دي أول مدرسة في الإسلام، دار الأرقم بن أبي الأرقم. استمرت الدعوة 3 سنين. بعد كده نزل عليه سيدنا جبريل، كان بينزل برضو مع علي يعني في كل فترة، بس بعد 3 سنين نزل وقال له إن ربنا أمره إن هو يبتدي يجهر بالدعوة بتاعته. وهنكمل بقى إن شاء الله جزء في الفيديو الجاي. أنا عندي هنا أجنحة فراخ، أنا مش شاريها بصراحة، أنا بشيلها من الفراخ اللي كنت عاملاها. عندي كاتشب، زيت، خل، ملح وفلفل. عندي هنا بقى فلفل أسمر، بهارات فراخ، بابريكا، توم باودر وبصل باودر، كزبرة، نص معلقة سكر طبعا، وكوباية زبادي. زي ما انتم شايفين كده. اما بتقطعي الجناحات صح ما بتغمقش، ما بتسودش، ما بتعملش دم، بتبقى الفواصل بتاعتها بيضة زي ما انتم شايفين كده. انا دي كنت شايلاهم بقى لهم فترة، يعني كل ما بجيب فراخ بشيل الاجنحة بتاعتها كده. اما بعملهم حبة وبنعملهم مرة واحدة. انا احطهم طبعا في محلول النقع اللي احنا عارفينه، اللي هو ملح وسكر وليمون ودقيق، معلقة صغيرة جنزبيل أو نص معلقة جنزبيل، بلاش خل خالص زي ما قلنا. هنا بقى هجيب بولة، حطيت فيها كوباية الزبادي، حطيت فيها التوابل اللي أنا قايلة لكم عليها، وإن شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف. وحطيت عليها تلت كوباية زيت، هعصر عليها ليمونة أو ليمونتين، وأحط عليها معلقتين خل، وحطيت عليها طبعا معلقتين كاتشب. التتبيله دي جميله جدا، بتدي الفراخ طعم حلو قوي قوي، وبتديها طراوه كده. الزبادي عموما بيطري معاكي اللحوم. هقلب بقى التتبيله دي مع بعضها كده، وهحط فيها الاجنحه. هسيبها فيها مش اقل من 3 4 ساعات. هغطيها كويس طبعا بستريتش راب، بكيس تلاجة، بغطا حله. المهم تغطيها بحاجه كويسه عشان ريحه الزبادي مع التوابل ما تكرفش على الاكل اللي عندك في التلاجة. هقلبها تقليبه الاول كده حلوه. ممكن طبعا تقلبيها بايدك عادي، يعني انا يعني لقيت الشوكه والمعلقه مع بعض مش متمكنه منهم، قلبت بالمعلقه بس. اغطيهم بقى كويس واحطهم في التلاجة. انا بصراحه بحب احوش الجناحات، بحوش الكبد والقوانص، بطلع منهم اكلات حلوه. ان شاء الله كام فيديو ورا بعض كده، احنا عملنا فراخ كتير بقى، كام فيديو ورا بعض كده ان شاء الله هقول لكم على افكار تعملوها من الجناحات وتعملوها من الكبد والقوانص، وان شاء الله تعجبكم. انا غطيت كده الجناحات، هسيبها 3 4 ساعات زي ما قلنا في التلاجة مش بره. في الأثناء دي بقى هجيب الصاج بتاعي، هغطيه بورق فويل عشان ما فيش حاجة تلزق فيه. يعني انتي عندك اختيارين، يا تحطي فيه ورق فويل يا هتحطي فيه المية بس. وبرده لما تحطي فيه كوباية مية أو كوبايتين مية بس مفيش حاجة هتلزق فيه برده، بس ده هيبقى أنضف ليكي يعني شوية أو أسهل. يعني هتلمي كده كده ورق الفويل بعد كده، والصاج هيبقى معاكي نضيف زي الفل. أنا جبت بقى الصاج كده، غلفته بورق الفويل، مولعة طبعا فرن البوتاجاز بتاعي، حطيت الشبكة على الصاج، وهبتدي أرص الأجنحة عليه. طريقة سهلة وبسيطة جدا، بس الطعم عايزة أقول لكم تحفة بصراحة، أحلى من الفراخ نفسها. رصيت الجناحات جنب بعض كده، حاول أخلي مفيش مسافات بينهم عشان أي حاجة فيها عظم لما بتبتدي تسخن بتلاقيها اتفردت كده معاكي، فالجناح ميبقاش مفتوح أوي وشكله مش لطيف. هرصهم جنب بعض زي ما انتم شايفين كده. أحاول أقفل في الجناح كده شوية.
طبعا طريقة سهلة وبسيطة جدا، وحاجة مش هتكلفك كتير، وكده كده انت مش هتبقي شارياهم، هتبقي محوشاهم عندك فهيبقوا حلوين. انا بصراحة ما بحبش اجيب الحاجات اللي هي المتقطعة من بره. يعني انا كنت قايله لكم في الفيديو اللي فات، انا حتى لما بجيب الفراخ بروح اجيب كذا فرخه، واخلي الفرارجي يعمل لي اللي انا عايزاه، او انا ممكن اعمله في البيت كمان. انا كده رصيت الجناحات بتاعتي كلها، احط على وشها بقى من الصوص اللي انا كنت عاملاه او التتبيله بتاعتها. انا حطيت بصراحه بايديا، لقيت ايديا يعني اتوسخت كده كده، فحطيت بايديا. وهحط بقى كوبايه ميه او كوبايتين، يعني حسب ما تحطي. بس اهم حاجه ما تخليش الميه توصل للفراخ، الميه دي هيطلع البخار بتاعها لما تسخن على الفراخ، فهتخليها تطلع معاكي مش ناشفه ومجلده، هتبقى طريه كده، هتبقى متحمره من بره وطريه من جوه. ميه طبعا بتكون مغليه. حابه تحطي اي منكهات حطي. انا هنا بقى قطعت حبه خضار قبل ما تستوي الجناحات معايا. حبه خضار قطعتهم كده طرنشات، وهرصهم في الطبق بتاعي. يعني حبيت اغير بدل السلطه اللي هي الصغننه دي. قطعت الخضار كبير كده زي ما انتم شايفين، هرصه. وممكن بقى تاكليها جنب بطاطس محمرة، تاكليها مع مكرونة، حسب ما تحبي. كل واحد طبعا الأكل ده كل واحد حسب ما بيحب. رصيت طبق الخضار زي ما انتم شايفين كده، مش هحط عليه بقى أكتر من حبة ملح صغيرين، وهعصر نص ليمونة بس لما نيجي ناكل طبعا. من وقت للتاني بقى بطلع الصاج كده من الفرن، وبدهن من الوش من الصوص اللي معايا. اما الاقي وشها ابتدى يبقى لونه ذهبي كده واحس ان هي استوت، هحط بقى نص معلقه عسل. طبعا العسل ما تحطيش فيه معلقه معدن، هي بلاستيك يا خشب. نص معلقه صغيره، يعني مش هتغير الطعم معاكي خالص، مش هتخلي الاكل معاكي مسكر ولا حاجه. نص معلقه عسل، واحط عليها معلقه كاتشب ومعلقه زيت. مش اكتر من كده، مش هحط ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. انا متبله الجناحات بتاعتي كويس قبل ما احطها في الفرن يعني. انا كده حطيت نص معلقه العسل وعليها معلقه الكاتشب، معلقه كاتشب كبيره او معلقه ونص، وحطيت عليها معلقه الزيت. هطلع بقى الصاج من الفرن. اهم حاجه تكوني اتاكدتي ان الجناحات استوت، لانك لو حطيتي الخلطه دي بدري هتحمر الفراخ قوي منك، وعلى ما تستوي هتكون اتحرقت. انا طلعت الجناحات كده، طبعا كنت اختبرت واحد دخلت فيه شوكه لقيته مستوي. هدهن بقى وش الجناحات كده زي ما انتم شايفين، بتديها لون وطعم حلوين قوي. زي ما احنا عارفين الصلصه بتدي سنه مزازه، والعسل برضو هو هيعادل السكر بتاع العسل مع مزازة الصلصة، والزيت هيديها لمعة. طلعت معايا بالشكل ده. كنت ولعت فحمة وحطيتها فيه قبل ما اطلعها من الفرن، بس ما جبتش الحتة دي بصراحة. قفلت عليها طبعا الفرن عشان الدخان يفضل محتفظ جوه الفرن، يعني فيدي طعم للجناحات. وكنت عاملة جنبها مكرونة. أكلة سهلة وسريعة وبسيطة جدا وطعم جميل. وطبعا انتوا عارفين البقدونس حبيبي، رشيت حبة بقدونس على الوش. أنا بحب الحاجات الخضراء كلها عموما. طبق السلطة بتاعي بقى رشيت عليه رشة ملح بسيطة كده، وهحط عليه معلقة ليمون أو نص ليمونة، يعني هعصرها على الوش. طريقة طبعا سهلة وبسيطة وسريعة ومش هتكلفك كتير. وده شكلها بعد ما خرج واستوى. أنا هحاول أفتح معاكم واحد، هي سخنة لسه طبعا. أنا بس حبيت أوريكم المفصل اللي بين الجناح، مش مسود وما فيهوش دم خالص، لان قطعت الجناحات صح، ما كسرناش المفصل، قطعنا من جنبه بالظبط. بتمنى ان شاء الله وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وبألف هنا.